السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر على واحد الظاهرة سيئة جدا في كرة القدم الوطنية. كيتعلق الأمر بظاهرة شغب الملاعب. الكل يعلم ما وقع في مباراة شباب أطلس خنيفرة والكوكب المراكشي ومباراة الجيش الملكي. يعني مشاهد مؤسفة ومؤلمة لكرة القدم الوطنية. هذا الورم الذي ينهش من جسم كرة القدم المغربية، ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم. كيفاش غادي ننظموا كأس العالم وحنا ما قدرناش ننظموا مباراة في كرة القدم في القسم الثاني أو في القسم الأول؟ يعني مؤسف مؤسف في الحقيقة. احنا بغينا نسوقوا العالم بأن المغرب بلد يعني متطور متقدم في المستوى البنية التحتية، يعني غادي نديروا أكبر ملعب في العالم، غادي نديروا ملاعب أخرى بمعايير عالمية. ولكن بظاهرة الشغب، يعني ربحة إلا كان خيو الماء في الرملة. ما يمكنناش إلا ما أثرناش الإنسان أننا ننجحوا، لأن الإنسان هو محور هذه العملية كاملة. يعني مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار بشكل كبير. فالإنسان، تأطير الإنسان أهم بكثير من بناء الملاعب. وهذه المسألة هذه راه ماشي مسؤولية ديال الجامعة الملكية المغربية بوحدها أو العصبة الاحترافية. أعتقد أن الجميع معني بهذه الظاهرة هذه، من جمعيات المجتمع المدني، من السلطات المحلية، يعني خاص تدخل عاجلا للحد من هذه الظاهرة هذه. ما يمكنناش أننا ننظموا كأس العالم وحنا ما قدرناش ننظموا مباراة في كرة القدم.